رغم اني طلعت فيديو قبل كده الا اني في شوية اخبار سمعتها خلت حاجات انا بشك فيها تثبت في دماغي. مرة تانية بقول ان انا لا محلل ولا انا عسكري ولا انا اي حاجة، انا مجرد ان انا بقول رؤية بعتمد فيها على حاجتين اتنين او على 3 حاجات. الحاجة الاولانية هي اني بسمع اخبار كتير قوي قوي من كل حتة في كل القنوات. الحاجة التانية ان انا راجل كبير في السن وشفت كتير وعرفت. الحاجة التالتة ان انا بقالي في امريكا ما يقارب ايه ده بالظبط 40 سنة، وبالتالي عارف الناس بتفكر ازاي وعارف الدنيا ماشية ازاي. ريجن انا من اشد المشجعين ليه، من قبل ما ينتخبوه بتاع، رغم ان جميع اولادي ومراتي بلا استثناء ضده. ولادي كلهم ديمقراطيين وما بيحبوهوش. الراجل ده اللي الناس بتقول عليه مجنون ده، الراجل ده قمة الذكاء. وزي ما هو قال قبل كده، هو عاش حياته كلها بيعمل ديلز، يعني صفقات. هتقولي طب وايه رأيك في اللي بيحصل مع ايران؟ انا شفت طبعا النهارده. اول حاجة خليني اوضح نقطة مهمة جدا. هو على فكرة مفيش مفاوضات، ده هو اللي حاصل بالظبط ان هو ادى لهم 15 نقطة بانت بان هي بالظبط يعني ايه، صق استسلام. فكانت النتيجة ان ايران قعدت تشغله بتاع، وفي الاخر بعد ما هو بقى خلاص قرب ال5 ايام هيخلصوا، بعتوا له بقى ايه، صك استسلامه هو لايران. يعني بعتوا له عرض ما معناه ان هو يستسلم لايران، يبطل ضرب ويقول حرمت مش هعمل تاني، ويدفع تعويضات، ويديهم حق ان هم يقروا بحقهم في مضيق هرمز، ويخلي اسرائيل تبطل ضرب في حزب الله. وايه تاني؟ نسيت، يعني كان ناقص يطلبوا منه حاجات تانية، هم 5. فهو يعني ايران بعتله صك استسلام. طب وماذا بعد؟ هل بيحصل مفاوضات؟ لا. امال ترامب كل شويه يطلع يقول لك المفاوضات هم ماشيه فيري جود، والمفاوضات مش عارف ايه، وادوني هدايا وادوني اعمال. الموضوع ده كله عشان تشكيك الرأي العام في ايران في القياده بتاعتهم. يا جدعان ده بيطلعوا يقولوا لكم كلام وبيقولوا لنا كلام تاني، ده هم بيبوسوا ايديا عشان اعمل معاهم اتفاقية سلام، ده بيحاولوا معايا، ده لا 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 الكلام ده كله. ايه اللي انا شايفه بقى بيحصل؟ اللي انا شايفه بيحصل ان، خلي بالك من نقطتين اتنين. النقطة الاولانية، لو بصيت للضربات خلال الاسبوع اللي فات ده كله سواء بتاع امريكا او بتاع اسرائيل، هتلاقي مفيش اي ضرب ناحية الجيش خالص. كل الضرب في الحرس الوطني، بعدين عن نظام الجيش خالص، عن منشآت الجيش. الحاجة التانية، تجد ان الصواريخ قلت ليه؟ لان حتى اللي مدفونة منهم، احنا قلنا كانوا بيضربوا مداخل الانفاق بتاعت مخازن الاسلحة، مش قادرين اساسا يشيلوا الرابلز ويشيلوا البتاع عشان يوصلوا لها من اساس. الحاجة التالتة، الحاجة اللي كانت رخيصة عندهم و بيستخدموها وجايبة معاهم، عاملة معاهم شغل 100 ما بقاش لها أي قيمة، اللي هي الطيارات المسيرة. ليه؟ إيه اللي خلى الطيارات المسيرة ما بقتش تجيب أي نتيجة عند إسرائيل؟ السر زيلينسكي.
السير زيلينسكي. عملت انا فيديو قبل كده وقلت ان زيلينسكي جاهم بعت لهم ناس يدربوهم في اسرائيل ازاي تطلع طيارة تواجه طيارة، يعني طيارة اعتراضية بتواجه طيارة المسيرة. الطيارة المسيرة اللي جاية لي دي طيارة انتحارية فيها ديناميت، راس ديناميت، وبتدخل وبعدين توصل الديناميت ده يضرب في الأرض تنفجر تعمل مشاكل. ففي طيارة اعتراضية فهي نوعين اتنين، نوع تبقى برضو انتحارية برضو، يعني تدخل طيارة في طيارة تدمرها. النوع التاني هو الأكثر استخداما، اللي هو النوع اللي فيها اللي بتشيل 3 4 صواريخ، صواريخ من ايام وثلاثة تعريفة، صواريخ المولد. ما انت الطيارة اللي فيها راس ديناميت دي ما انتش محتاج انك انت تضربها بتاع، انت تضربها باي حتة طوبة كده هيعمل صدمة على الراس هتنفجر. ما هي الراس مصممة ان هي تصطدم بارض تنفجر، تصطدم بحاجة تنفجر. وبالتالي الصواريخ اللي بتشيلها الطيارة ديت ايه بقى اللي بيعمل الطيارة دي؟ هي الطيارة دي لا الراجل اللي بيحركها من تحت وماسك الكنترول كده وعمال يلعب بيها ويخليها تروح وتيجي وتطلع وتنزل وتلف وتدور والكلام ده، هو ده السر. وهو ده اللي عملناه. جبنا شوية ناس من عند اوكرانيا، قعدناهم مع اليهود، العيال اليهود الاذكياء، خلي بالك من النقطة دي، الاذكياء مهمة قوي، فتعلموا بسرعة ولقطوا الموضوع. ليه بقى الحاج مين اللي خد باله من الحكاية دي بس بعد فوات اللي بعد فين؟ ما عملوش من زمان ليه؟ ما زي ما اسرائيل. الحاج محمد بن سلمان النهاردة جاب زيلينسكي راحوا وزاروا هناك، وواضحة تماما يعني يا بن سلمان هنجيب لك الطيارات دي وهنجيب لك الناس اللي اتعلموا، الناس اللي عندك. انا مش عارف الناس اللي عنده هيتعلموا ولا لا اشك في ذكاء السعوديين دلوقتي، لانهم بصراحة تحضروا يمكن عن غيرهم بكتير. بالاضافة الى اني عارف علم اليقين ان الجيش السعودي فيه مصريين كتير. ليه؟ لان زملاتي نفسهم كانوا في الجيش السعودي. نفس الحكاية في الامارات. اللي خايف منهم بصراحة بتوع الكويت، بتوع الكويت دول انا خايف منهم. جوه يحاولوا يصطادوا بتاع بالصواريخ، كانت انك يوقعوا 3 طيارات امريكان، يعني بيضربوا في نفسهم. ف ليه متوقع ايه الراجل ده؟ قال لك هو بيعمل حسابه في عدة حاجات. اللي بيحصل في تقييمي دلوقتي انه عمالين يجهدوا في البتاع، في الجبهة الداخلية بيحرضوها، بيخلوها تفقد الثقة في الحكومة بتاعتها. الجيش بيتفاوضوا مع واحد، سيبك من الراجل اللي بتاع البرلمان ده والكلام ده مجرد حركة كده والكلام من ده، ومفيش حاجة بتحصل اساسا. قالوا اللي عندهم ده قال اللي عنده ده قال اللي عنده وخلصنا. هي الحكاية كلها بس ده كل شوية يطلع يقول ده ماشي تمام عشان كده انا هأجل 10 ايام، يقوم يشكك الناس اكتر. فهو أجل ال10 ايام عشان يدي فرصة لتحطيم منشآت الحرس الوطني اكتر، ويدي الفرصة انا مش عارف، انا عمال ابص على صورتي في الكمبيوتر، المفروض ابص فوق كده في الكاميرا. ويدي فرصة للتفاوض مع حد من الجيش ان يلا خلصنا بقى ويطلع الانقلاب بتاعه. وده اللي هيحصل. انا بقالي طول عمري من يوم ما بدأت الموضوع ده وانا بقول لازم الجيش ينقلب ويمسك السلطة، ونجيب واحد بابت كده، يعني بالانجليزي يعني حاجة لعبة كده زي العرايس المتحركة، ويبقى تحت امرنا وتمام. طبعا ممكن الامور ما تمشيش كده، وممكن لو حصل انقلاب برضه ما زالوا الشوية اللي فاضلين في الحرس الثوري يبتدوا يهاجموا على الدول العربية. ففي الحالة ديت بقى
الدول العربية بقى ايه، هترد الطيارات المسيرة الصواريخ، ما بقتش كتير او بقوا يجيبوهم كلهم، يعني مفيش مشاكل. هتبتدي الدول العربية نفسها تشترك في الموضوع. تشترك في ايه؟ هيشتركوا في ايه؟ امريكا هتحارب مين؟ امريكا في الوقت ده هتحصل ايه؟ امريكا هتحصل ايه؟ هتعمل لاندنج، يعني قوات برية هتنزل، بس هتنزل فين وليه؟ هل هتنزل عشان تسيطر على الجزيرة بتاعة البترول؟ احتمال جزء صغير ولا بتاع، عشان تحميها من ان الحرس الثوري يدمرها، مش عشان تاخدها. هتنزل برضو في الحتة بتاعة محيط القصر الرئاسي والاذاعة والتلفزيون والكلام ده، ويعمل اسقاط عشان تحمي المنقلبين. يعني هينزلوا يساعدوا يضربوا الجيش الثوري، الحرس الثوري لما يجي يحارب الجيش، ويحموا المنشآت الإيرانية من الإيران، من الحرس الثوري. يعني القوات البرية اللي هتشترك مش هتشترك انها تحتل ايران، لحد ما نطلع الراجل ونمسكه، وهي ديتها كلمتين اتنين في التلفزيون: تغيير، ابطال العمل بالدستور. خلاص بقى انقلاب رسمي، انتهينا بقى خلاص. هتحصل، أؤكد لك انها هتحصل. هيحصل انقلاب للجيش على الموضوع. وبعدين لازم تفهم نقطة مهمة جدا، ان الفلوس بتعمل حاجات كتيرة قوي. يعني في ناس موعودة بفلوس، وفي ناس موعودة بقوة، وناس موعودة بكرسي، وناس موعودة بحاجات، وشغل مخابرات على ودنه. وموساد إسرائيل مسيطر على إيران أكتر من أمريكا 100 مرة. ده اللي أنا شايفه، عشان الناس ما تفكرش. ده في رأيي برضو، اللي يحتمل الخطأ، ان في اتفاق جاي في بتاع مش عارف ايه، ده كلام فاضي. ليه؟ لان دي عقيدة دينية يا ناس. العقيدة الدينية بقول لك والله العظيم، هو قاعد مستني ان المهدي يقول لك يا دي الظروف بقى بتاعت المهدي المنتظر هيجي بقى ويعمل مش عارف ايه، ومستني الراجل اللي ما عرفش يدافع عن نفسه واتقتل يجي يحارب معاه الحاج حسين. والحاجات دي كلها، يعني العالم دي مخها ضايع. انت عارف، انت لو مخك مش ضايع عمرك ما تبقى معتمد على الدين وعايش في الاوهام زي ما هم كده. هم عايشين في وهم، في وهم. ليه؟ مصدق، متخيل ان ربنا ده بتاعه. وده على فكرة عيب المسلمين، انهم محتكرين ربنا خالص. متخيل ان ربنا ده بتاعه، مش بتاع الراجل التاني. يعني ربنا مش بتاع اليهود، لا ده بتاعنا احنا. محتكرينه خالص، كله محتكر ربنا ده بتاعي، مادام بتاعي بقى. وعندهم بقى اكيد عندهم برضه في العقيده بتاعتهم تقول لك ربنا حافظها ومحفوظه، وقال ادخلوها بسلام واعملوها بالبدنجان ومصر مش عارف ايه، والكلام الفاضي اللي هو بيتقال ده. يعني هتلاقوا عندهم حاجه زي ايران برضه، اذا كان الناس بيقول لك الاهلي جه في القران، فدول هتلاقي ايه اللي جاي يقول لك واجعل لي وزيرا من اهلي. يبقى الاهلي هو، احنا نعمل كلنا نشجع الاهلي ونحكم ونزور للاهلي، فعادي خالص. فكل معتقد وفي بلاويه وفي اوهامه وفي خياباته. وبعدين مشكله كبيره قوي على فكره، يعني حاجه بالعقل يا ناس. بقى انت بتعهد تخلي السوبريم باور اللي عندك، القوه العظمى اللي عندك، واكبر دماغ في البلد، اكبر دماغ في البلد، مؤهلاته كلها اللي يعرفه في الدنيا دي كلها انه يكون قضى عمره بيدرس دين، راجل دين، لا عنده فكرة جغرافيا ماشية ازاي، ولا تاريخ ماشي ازاي، ولا فلك ماشي ازاي، ولا كيمياء، ولا طبيعة، ولا عنده اي حاجة. هو اهم حاجة الدين. بقى راجل ذكي بقى، عرف الدين. فلما تكون قيادة بالشكل ده، انت متخيل ايه ومتوقع ايه؟ بس انا حبيت اقول توقعاتي ورأيي. وطبعا الموضوع مش مترتب ولا اي حاجة، لان انا عادة ما برتبش وما بكتبش اي حاجة خالص. ده اعتقادي.
قد أخطئ وقد أصيب، ولكني متأكد إن أنا هصيب.